هلا ولو الساعة بالخمسة الفجر والولد راح يغسلون المسبح. يلا نروح وياهم. أول ما ناوشهم الزاهي يلا يا ولد بلشوا. هنا غسلوا المسبح وفرشوه كل الزين، وهاي الولد جاي ياخذون صور بالرينج لايت مالته طبعا، وهذا بالجبل الغالي. وهنا رحنا العبودي دي يغسل الدراجة، أغلى شيء عنده دراجة. لو خيروك بين أهلك والدراجة ايش تختار؟ الدراجة. يحب الدراجة أكثر ما يحب نفسه. هاي الهوندا الله يعمرها له سي بي 1300، القطعتين الوحيدة بالعراق، يعني اثنين بس بالعراق اكو. شايف خيرها حبيبي والله يكفيك شرها. وهذا بيت صاحبي، وهنا الولد كنا نلعب دومنا بالليل، كنا نلعب اكس بوكس. وهاي إذا تعرفون شنو اسمها اكتبوا لي اياها بالتعليقات. اكثر شيء عجبني ببيتهم ان الدجاج والبزازين يعيشون سويه، ما حد يأذي الثاني. وهاي الجزام مالتين تحكوا لي ايش كبر الجزام مالتكم لو صغير، واحكوا لي بصراحه ايش قد عندكم فلوس. انا تقريبا 21,000 اكو بجزداني، لا تكذبون ها. وهنا الولد دا ياخذون جلسه تصوير، وابو جبل الغالي دا ياخذ لنا يعني طبعا مصور على العالم، يعني ياخذ لقطات تخبل. وهذا عبود الغالي طبعا اخذنا 6000 صوره على الدراجة مالته. جلسة التصوير كانت كلش حلوة. وهنا الولد غسلوا المسبح وبدأوا ينظفون بيه. هنا صارت الساعة ب8 وهو بعد ما انترش. قلت لازم ادور حل. رحت كرم ابو حواجب قال لي عندي تانكي كبير ازرق. قلت له ما تحكي ما تقول. المهم هنا يا ولد سحبنا الصوندة وقررنا انه لازم نفتح هذا التانكي فرغه هناك. قالوا يلا متفقين، شدوا الأحزمة يا ولد ويلا خلونا نبلش. هنا صحت أحمد إبراهيم، قلت له خوه بس أريد شيء طوالة. لقينا هذا البوري ركبناه بالصوندة، شديناه كل الزين، وشغلوا شغل الغطاس، وهنا بدأ المي ينزل. المهم ما أحكي لكم ولا تحكوا لي. شنو ما أحكي لكم ولا تحكوا لي؟ 3 صوندات عليه، ويلا ها صارت الساعة ب12، يلا صار نص تقريبا. وظليته تاني لحد ما صارت المغرب وهو بعده ما كامل. صارت الساعة ب6 وأنا انتظره وما سبحت للأسف.